مرة أخرى يعود عبد اللطيف وهبي وزير عدل المبجل للواجهة، لكن من باب فضيحة جديدة. نتائج مباراة الولوج لمهنة المحاماة هذه المرة نتائج وصفت بالكارثية والأسوأ على الإطلاق. أصبحت محل سخرية كبريات الفضائيات العالمية. أصبحنا على كل لسان أنسينا العالم إنجازات مونديال قطر في رمشة عين. هؤلاء مجموعة من المعترضين والمحتجين أطلقوا على نفسهم اسم المتبارين المرسبين في الامتحان الكتابي لامتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة. الوقفة الاحتجاجية هذه كانت أمام البرلمان المغربي وسط العاصمة الرباط للمطالبة بتحقيق في النتائج والمساءلة وإبطال نتائج الامتحان الحالية وإعادة تصحيح الأوراق. هناك من رأى نسبة الناجحين ضئيلة جدا، ثم البعض طالب بفتح تحقيق بشأن النتائج، يتهمون وزير العدل بالمحسوبية لأن 3 أسماء تحمل كنيته من عائلة وهبي، أسامة عادل أمير وهبي. تقدم للمباراة أزيد من 70,000، نجح منها في الاختبار الكتابي 2081 مترشحا. صرح السيد الوزير بأنه تعرض لضغوطات من أجل تخفيض العدد، لكنه أصر على رفعه لذاك الرقم. رفعه من 800 يستحقون النجاح إلى أزيد من 2000. ثاني خلقت منصب 2000 منصب شغل، بينما كانت عليها ضغوطات باش ما نفوتش 600 500 منصب، ورغم ذلك قاومت هذه الضغوطات ودرت 2000 منصب شغل. ودابا انا كنخلق مناصب شغل وواحد تيقول لك. الراسبون خاضوا إضرابات وخرجوا للعلن رافضين النتائج، خصوصا بعدما ظهرت عدة خروقات شابت العملية برمتها. فقد تحدثت وسائل الإعلام عن نجاح أسماء غير مؤهلة أصلا لاجتياز المباراة، غير حاصلة على الإجازة في القانون، وعن أسماء كثيرة لأبناء وعائلات عدة محامين ومسؤولين قضائيين وغيرهم بالجملة، بل ومنهم من حصل في واقعة تناف حيث ظهر اسمه ضمن الناجحين وهو عضو في ذات اللجنة، ومنهم من نجح ولم يكن اسمه بلائحة المدعوين أو نجح ولم يجتز الامتحان أصلا. لا 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 شحال هما 60 70 راه نجحت 2000 100 راه نجحت 2000. شفين الفافوري؟ لو كنت درت 900 ديال ولاد المحامين ونجحت 50 ديال واخا ثاني 600 راه في المغرب كلها كتشابه. كتعرف شحال من وهبي كاين في المحاماه؟ راه 42 وهبي كاين في المحاماه. واش كلهم كيجيوني؟ واش غير لان هذا سميتو عليه هذا سميتو عليه صافي انتهى الموضوع؟ علاش كتقلبوا تفسدوا الواحد العمل ديالو؟ شفتوا الحرب اللي دازت بيني وبين المحامين على هذا الامتحان؟ خلقت فيه 2000 منصب شغل، في الوقت خصكم تساندوا لي. لا علاش درتيها؟ ما نخلقهاش، نخلي 2000 الناس كدور في الزنقه. وسط هذه الزوبعة الكبيرة التي خلقت هذه النتائج، خرج السيد وزير العدل بتصريحات أشعلت الوضع أكثر، واعتبر الأمر مزايدات فارغة لا غير. لا ما عنديش جريمه باش اللجنه شرفت على الامتحان خرجت دوك النتائج، انا كنثق في اللجنه ديالي. علاش غندير تحقيق غير واحد جالس في القهوه يقول لي تحقيق فتح تحقيق؟ راه فيها قدرة النيابه العامه، فيها قدرة الرئاسه، فيها قدرة كل شيء ديال وزاره العدل. كيفاش هادو زعما كلهم خايبين؟ هذاك اللي جالس في القهوه في فيسبوك كيكتب، ولا هذاك اللي سقط هو اللي مزيان؟ اسمحوا لي. كما تحدث السيد الوزير باستعلاء ظاهر مع وسائل الإعلام بعد سؤاله عن نجاح ابنه في هذه المباراة المشبوهة. ولدي عنده 2 الإجازات، وعنده في موريال لاباس عليه وخلص عليه وقراه في الخارج. الرأي العام والمثقفون ورجال التعليم يعتبروا تصريح الوزير إهانة لمنظومة التعليم ببلادنا، وتكريسا للتبعية للخارج، وتعال لا مبرر له ضد أبناء الشعب والطبقة المتوسطة والفقيرة، من رجل توسم منه الجميع العدل والإنصاف. أليس هو وزير العدل؟ لقد حاول الرجل الاعتذار، واعتبر أن كلامه بثر عن سياقه وتم استفزازه من قبل الصحفيين. الصحافه تعرض ليا ما كاين مشكل، ولكن الصحافه تعرض للزوجه ديالي. اش دخلت الزوجه ديالي فهادشي؟ ماشي الصحافه اللي كتعرض عليها دوك المواقع التي تسيء الى العمل الاعلامي. ثم الابن ديالي زعما لانه ابن وزير ما عندوش الحق ينجح. وقلت وانا ولد الجامعه المغربيه ودرست في الجامعه المغربيه، كنت في حاله استفزاز من حد جاوبت هذاك الصحفي، وقلت ابني عنده اجازتين، وفعلا عنده اجازتين، واحده في
كندا وحده في المغرب، ودرس في المغرب ومع ابناء المغاربه، ونجح مع ابناء المغاربه، ووصل مع ابناء المغاربه، وهو ولد الجامعه المغربيه بحال انا ولد الجامعه المغربيه. بطلوا هذاك الجواب ديالي. ابدا انا تحترم كامل الجامعه وكنتعامل معها الان وكنتعاون معها من الموقع كوزير العدل، وعندي احترام ليها، عندي برنامج ليها. الا كانوا الصحافه كيتلاعبوا بالكلمات وكيتلاعبوا بالاخراج ديال المناقشات، خص الناس الاخرين اللي كيسمعوهم يكونوا عقلاء. الا كان هذاك اللي كيكتب حمق يكونوا عقلاء. ولكن انا فعلا كنت بحال في استفزاز الشخص، واذا كان هذاك الكلام ديالي يتفهم خطا انا كنعتذر للجامعه، كنعتذر للاساتذه ديالي اللي درسوا لي في الجامعه واللي ماتوا فيهم الاحياء وفيهم اللي. وفي ذات السياق طالبت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بفتح تحقيق حول نتائج الاختبارين الكتابيين لامتحان شهادة الأهلية لمزاولة المحاماة، وتم رفع دعاوى قضائية ضد الوزير طعنا في النتائج المعلنة وفتحا للتحقيق معه، نظرا لحجم الخروقات ولما فيها من إساءة لهذا الجسم ولهذه المهنة الشريفة، مهنة ما تزال مؤسساتها ونقابتها تلتزم الصمت حيال ما وقع، وهي التي أشعلت شوارع الرباط في وقت سابق ضد مشروع قانون طرحه الوزير لإصلاح قطاع المحاماة بالمغرب وضد هذه المباراة أصلاً. صمت مريب وغير مبرر لهذه الهيئة حسب مراقبين وصحفيين يطرح أكثر من علامة استفهام.